ليه ممكن تضيع مجهودك ومستقبلك عشان بنت؟ لو في حياتك أنثى فأنت بتدمر نفسك نفسيا، وهقولك ليه. ارتباط يعني وقت ومجهود في تطوير علاقة غالبا نهايتها مش هتكون سعيدة، وانت عارف كده، مش محتاج أقولك. بس لسه فيك حتة الأمل اللي بيقولك كمل، ممكن تكون هي. وهنا أنا بتكلم على اللي نيتهم صافية، مش اللي عاوز نجاسة على الفاضي، ده كنت أمه. لو نيتك صافية في ارتباط وعاوز نهايته تكون جواز، خاصة لو سنك صغير، حابب اقولك انك هتفشل. لانه في سنك ده الناس مع الوقت بتتغير والاهتمامات بتتبدل، فاللي تعرفه دلوقتي مش هتعرفه قدام، وهيكون تعلق باللي الشخص كان عليه مش بهو ايه حرفيا. انا مش بقول كده عشان احبطك، ممكن تنجح عادي بس مش هتكون حمل الريسك. وانا هنا لا امثل سوى نفسي والناس اللي مرت باللي مريت بيه. في الاول وفي الاخر دي تجربة يعني. فانا مش هنا عشان احبطك، ولو سألتني انت هنا ليه هقولك ببساطة عشان انبهك. مفيش حد سوي بيحب يشوف حد بيمر بأزمة مر بيها ويقعد ساكت. توضيح بس يعني، سكريبت الفيديو ده مكتوب في الشارع، فالحاجات اللي انا كنت بتكلم عليها انا كنت بشوفها بعيني. يعني مثلا كنت بشوف كنت بشوف الناس وهي بتتخانق مع بعض عشان مش عارف مين يكلم مين، او مش عارف مين ما بيردش على رسائل مين. وفي نفس الوقت كنت بشوف الناس اللي يعني قاعدة بتحب في بعض ومش عارف ايه، تحس ان ايه، الدنيا بينهم وردي. بس تستنى عليهم يوم حرفيا هتلاقيهم مكان الاتنين اللي كانوا بيتخانقوا من شوية. ف ده لو بيوضح حاجة، او بيوضح فكرة الفيديو، او بيوضح الكلام اللي انا بقوله اكتر يعني. بس ملل، كلنا بنمر بملل في العلاقات، ولو وصلت لحتة ملل فتوقع اي حاجة هتيجي بعدها. تسيبوا بعض بقى، تبطلوا كلام، هيحصل حاجة كده كده انت مش عاوز تشوفها وهتشوفها غصب عنك. ولا سبتها تتجوز احسن منها، مش احسن شكلا ولا طريقة، هتتجوز الاحسن بالنسبة لك. ربك رب قلوب وبيقربك من شخص عشان تاخد منه درس، او عشان ده مناسب ليك. ما تندمش وما تحزنش، بكرة احسن ليك. ده مش فيديو اقويك، ده فيديو اوعيك. When a man does not feel appreciated in the area of his presence, he becomes a version of a man that he can give you and still survive. And I promise you, you will not like that version. That version of him is silent, frustrated, sharp with his words, short-tempered, non-communicative, because he has to become something that he can survive in.